بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين القناة فيدالي تيفي. كما كتشاهد معنا بعينك ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. يعني شوف، للحفاظ على الخلفة وللحفاظ على الأرنبة 10 ديال الصغار الأرانب أو 11 صغار الأرنب يرضع من الأم النيوزيلندي الأرنبة الحنونة. ولكن هنا المربي المبتدئ إذا ما ركزش في المعلومة وفي الفكرة وفي طريقة التربية يتوقع في موت الأرانب المفاجئة اللي هي الأمهات، يعني بسبب الرضاعة. للصغار الأرانب ياخذوا الحليب من الأم من البطن ديالها، والأرنبة هنايا كيكونوا تابعين العدد ديال الصغار ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. كيفاش نطلعوهم في الحجم ديالهم وفي الوزن؟ خاصنا حنا نحافظوا على صغار الأرانب ونحافظوا على الأرنبة اللي هي الأرنبة تكون عشار أو الأرنبة تكون هي حامل، بسبب الحمل ديالها وبسبب يتوقع فيها مشكل بالرضاعة. صغار الأرانب إذا كانوا يرضعوا من الأم ديالهم لازم يكون العلف موجود في العلافة باش الأرنبة تبقى ممتازة وتبقى تعطي الحليب، على حقاش الحليب هو اللي كيعيش الصغار، والحليب اللي غيبقى في بطن الأرنبة كيكون الأرنبة هي تكون بصحة جيدة، كيكون يتوقع فيها السلاسل وضعف. كما كتشوف أنا لمست الأرنبة وشوف الصغار، يعني كلهم كيتخباو تحت الأم ديالهم وباغين كيحرقوها في الحلمات ديال عفوا نعتذر عفوا لجميع الناس المتتبعين، اللي هي بسبب الأرنبة الحلمات ديالها كيتعقر يعني الضلع ديالها وكتبدا كتهرب، وهنايا غادا تهرب منهم وغادي تريح في واحد المساحه في القفص وما غاديش تخليهم يرضعوا. من بعد ما غادي ينساوها الصغار وغيجيو هنايا كما كتشاهد غيرجعوا للعش ديالهم، كيتجنبوا من بعد ما كياخذوا شويه ديال العلف وشويه ديال الحليب ويشربوا شويه ديال الماء، كيتجنبوا وكيخلوا الام ديالهم. من بعد ما يقنع الصغار واحد هو اللي باقي غادي يتفرقوا على الام ديالهم. هنا لازم صغار الأرنب ياخد كل صغار 25 غرام ديال العلف باش هو يعيش ويزيد الوزن ديالو على 35 يوم، يوزن 900 غرام أو 850 أو 1 كيلو على حسب العدد ديال الصغار اللي كيكونوا موجودين مع الأرنبة. والأرنبة من بعد ما غادي ترتاح تاخد الراحة ديالها شوية، غتشوف بعينك غادي يمشيو اللي هي على حسب العلافة، اللي هي يمشي على حسب العلافة وياخد العلف. تما فين غياخد هاد الصغار العلف ديال العلف من العلافه، وهنايا غادي يشرب شويه ديال الماء وغيرتاح بنفسه، والام غتمشي غتاخد 250 غرام من العلف. يعني المعلومه تكون واضحه ومهمه، ما يكونش اي مربي مبتدئ يخلي الارنبه العلافه ديالها فاضيه او خاويه كما نقولوا، ما غاديش تلقى ما تاكل وغتبقى جيعانه، وهنا غادي تخسر في المشروع. المشروع بسيط ومربح جدا ان شاء الله. كونوا معنا في الموعد، كونوا معنا في حلقه جديده غنقدم لكم بزاف ديال المعلومات. اللي ماشي مشترك في القناه اشترك في القناه باش اي جديد يوصلك ان شاء الله باذن الله. باش هذه الحلقه شاركتها معكم من بعد ما دخلت المزرعه. تحياتي لكل الناس المتتبعين القناه فيدالي تيفي، والناس المتتبعين القناه تربيه الارانب مع محمد الحارتي، اللي عندنا قناتنا الاولى اسمها تربيه الارانب مع محمد الحارتي. نشكر للجميع، نشكر لكل مشاهد، لكل من يعمل لايك ولكل من يعمل التعليق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونوا معنا في الموعد، كونوا معنا في حلقة جديدة، دايما احنا موجودين في المزرعة.